المربوطين على السرقه في تونس خويا الغالي، ابار اللي خارجين لبرا هاربين لبرا ويحرضوا في العباد. هي قول لنا عليهم الميات، قول لنا على واحد برك نعم. مربوط بقضيه السرقه. نعطيك برك اسم، واحد نعطيك اسم واحد اللي هو كمال الطيف، ابسط حاجه. ولد المبروك ذا الثاني كمال الطيف مربوط على التآمر يا خويا سي جوستان. مبروك مروان مبروك خويا مربوط على السرقه خويا. ما شوف يا صديقي، العزوزه هزه الواد وتقول العام صابه، البلاد قاعده تغرق بالامور اجتماعيا اقتصاديا، الصحه، تعليم، بنيه تحتيه. ما عادش حتى حاجه تتعدى ماشيه بالباهي. وانت تجي تقول لي هاو كمال طيف هي باهي ربط السراق يا خويا، باهي ربط السراق يا خويا، اعمل ميوت من فضلك. ربط السراق هي واحنا كشعب كريم شنو طارنا من الحوايج هذه؟ فقر، دابا انتم كيف تصنفون بطالة. اخي الكريم، خليني اشوف اسمك، اسمح لي. خباب، اسمي خباب ابن الارض. انتم كيف تصنفوا؟ دابا انا مشرقي، انا اقول لكم انا لم استمع كثيرا للرئيس التونسي بزاف. انتم تصنفونه شخصيه قويه قياديه، ام كما يصنفونه خصومه انه ضعيف، واحد يدار من ابسط جزائري من داخل المراديه؟ حدثونا عن شخصيه الرجل هذا. ما عندهاش حتى شخصية. قيس سعيد هذه جاء صدفة، جاء اكسيدون بوليتيك، جاء حادث سياسي. ما عندوش حتى شخصية. احترم نفسك. يا لحظة يا جوستن، وتأملوا فيه التوانسة خير، تأملوا فيه التوانسة خير بحكم هو يقولوا نظيف وكل شيء، ما قدمش بالبلاد، زاد وخر بينا لا أكثر ولا أقل. وإنسان فشل يقول راني فشلت ويكرم لحيته بيده ويمشي على راحه ويجي غيره. وفما الحلول موجودة، الحلول ينجم يعمل انتخابات سابقة الأوانة، يعمل حكومة إنقاذ وطني ويشرك الناس الكل ويسيب المعارضة ويخلي الناس تخدم على أرواحها. والبلاد هذه تستحق كل خير يا أخوي، تستحق كل خير. البلاد هذه البلاد عندها مقدرات باش التونسي يعيش بكرامة لا أكثر ولا أقل. خباب على أي أساس صنفته بأنه ضعيف شخصية؟ يعني هل هناك مظاهر لهذا التوصيف؟ مثلا اعطينا امثله. هدي رئيس لم يسافر لي 7 سنين، مشى لفرنسا بس كتف ماكرون، مشى الجزائر ومشى يعزي في ايران، ما مشاش لا جاب لنا استثمار، لا عنده علاقات خارجيه، لا ما فيش شيء حتى شيء. نهار كل يخرج يسبنا ويعايرنا ويمشي للقصر قرطاج. احنا قالوا تأملوا فيه خير. انا واحد من الناس لا انتخبته لا حتى شيء، ما عناليش حتى شيء، ما عندهش برنامج. السيد هذايا جاء قال لك الشعب يريد، ماذا يريد؟ قال لك الشعب يريد. كيفاش في واحد متقدم والدوله ومصير البلاد واجيال وكل شيء يقول لك الشعب يريد؟ شنو برنامج يقول لك الشعب يريد؟ شنو باش تعمل التربيه، باش تعمل الصحه، باش تعمل البنيه التحتيه، باش تعمل الفلاحه، باش تعمل ما فيش حتى برنامج اخويا. هل اخي انت تربط هذا التدهور في الحاله التونسيه بالتدخلات الجزائرية الذي أصبحت يعني تنتهك حتى السيادة في تونس؟ احنا نقولوا أي مشاكل موجودة في تونس احنا اللي عملناها برواحها. راه وقت اللي تعود أنت ضعيف الناس الكل تنجم تتمكن منك، حتى على مستوى شخصي تعود خواف وما تعرفش كل شيء، الناس تقد عليك، الناس تغطرس عليك. احنا المشكلة نعيب زماننا والعيب فينا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ايوه يرحم والديك. يعني انت تقول مشكلتكم داخليه لا علاقه لها بالتدخلات داخليه، حتى الهون وحتى التدخل الجزائري ولا ايطاليا ولا ما نعرفش انا ولا فرنسا ولا اللي هو احنا اللي خلينا ارواحنا باش يدخلوا فينا الناس هذوم اكثر ولا اقل. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. خويا جستا، شوف الشعب التونسي ولا يفتقر لأبسط مقومات الحياة، هو الماء الصالح للشراب. إذن هذه تحطها في مخك. تو أنت في كندا، أنت كنت تحكي قلت أنا في كندا، يقص عليك الماء، يقص عليك الضوء، كي تمرض تمشي للسبيطار برا شوف أهلك وماليك وأهلنا في تونس كيفاش صاير فيهم. هذه اتقوا الله في أنفسكم. أنا البلاد راهي ماشي أشخاص، راهو ماشي شخص، راهو مسير وراهو عباد وراهو أجيال وراهو ذر وراهو كبار وصغار
اتقوا الله في انفسكم يا ودي، اخذوكم من الانانيه هذه راهي. طيب دعنا، هو ذكر الأخ أن هناك أطراف دولية تعمل على، ذكر قطر والإمارات، أنت تعتقد أنه في تدخل خليجي في شؤونكم الداخلية؟ خباب. سامحني اسعد ما سمعت سؤالك. قلت لك الأخ جوستن ذكر، أنا سألته سؤال، هل هناك أطراف دولية تتدخل فيكم؟ لأنه قال هناك من يهيج، هناك من يحرض، هناك من يريد أن تنقلب الدنيا. قلت له من قال قطر والإمارات، أنا لا أعتقد. ما رأيك أنت؟ انا نقول الشعب فد، الناس فدت، الناس كرهت رواح، الناس تشوف انت. أنا قلنا أبسط مقومات الحياة هو الماء، صرح الشراب والضوء في ظل 49 درجة من الحرارة يقص عليك الماء والضوء. الناس كرهت رواحها تمشي، فما أكثر من 600 دواء ما فمش، أكثر البطالة، نسبة الفقر، غلاء المعيشة، الأسعار، كيلو اللحم تخدم يومين باش تشري أنت كيلو لحم. يعني الناس فدت يا أخي. لا تقول لي لا اطراف لا قطر، يا ودي الناس كل توجع على مصلحها، واحنا بيدنا كتوانسه يلزمنا نلوجوا على مصلحتنا. وين الناس كل البلدان الكل توجع على مصالحها، السياسه هي مصالح والعلاقات بين الدول هي مصالح. وين انت وين نلقى نربح غانيون كما يقولوا فيها. يا صديقي لا تقول لي لا مؤامره لا حد شيء. هو العين الوزراء، هو العين المديرين العامين، هو اللي يسير في الشؤون نتاع البلاد الكل. هو قال لكم، جاء وقال لكم انا ربكم الاعلى، وقال لكم انا نقول هنا يمشي، لا اكثر ولا اقل. طيب لا اكثر ولا اقل يا صديقي. نسمع جوستن، خليني اسمع جوستن يا خباب، تفضل يا جوستن. تفضل. هاي خويا الغالي، خويا العزيز، تو فما واحد تونسي يجي يحرق بلاده وحده كاكا بيدو، حتى كان اموره تعبه. يا ودي السيد انتخبناه بالصندوق 2029، فما انتخابات وفما صندوق. انت تحرض الناس من الخارج وتقول لهم اخرجوا وتحركوا ضد رئيسكم واحرقوا البلاد وهبطوا للقصر. منهم يا خويا الغالي اسعد عندنا الرئيس المؤقت اللي شد ذاك 3 سنين، منصف الزقزوقي، كان شفته ديرنييرمون في فرنسا. لماذا لحظه عفوا يا اخي، ما هو محسوب على المعارضه اخويا. طيب لحظه، انت لحظه اسمح لي. انت غضبت ان الاخ خباب قال ان قيس سعيد بلا شخصيه، والان انت تستهزئ وتسخر من رئيس سابق لتونس. انا ما اسمح لك اسمه منصف المرزوقي، هو كان يوم من الايام رئيسك، مهما كان تختلف معه تسميه باسمه. خويا ما انتخبناهوش، راه الشعب التونسي راه ما انتخبوش، راه باش يبدا في بالك راه منصف المرزوقي. زيد ارجع خويا وثبت راك منصف المرزوقي. انا عارف انتم مؤاخذين منه لانه اصلا غير مرضي عنه من الجزائر، هو هذا الموضوع. لا مش من الجزائر، مش مرغوب منه من الشعب التونسي. السيد هذاك جاو هو قيس سعيد غير مرغوب في قيس سعيد. لا خويا، الاغلبيه المطلقه في الشعب التونسي وراء الرئيس الحالي اللي هو قاعد ينظف البلاد ويحاسب في الفاسدين. وهذاك هو البرنامج بتاع سيد الرئيس قيس سعيد الموجود حاليا. هذاك البرنامج الاولاني واول خطوه هي تنظيف البلاد من الفاسدين، من الاداره التونسيه ومن كامل مؤسسات الدوله اللي هما ينخروا فيها واللي هلكوها وخلوها على الحضيض. سيدي الكريم، قول اسمه كاملا لو سمحت. اسم شكون؟ رئيسكم السابق منصف المرزوقي. ايوه شكرا لك. هو كم حكمكم هذا منصف المرزوقي؟ كم حكمكم هذا؟ كم؟ 3 سنين بالصدفه اخوي الغالي، 3 سنين بالصدفه ويتكربس. لكن اذا انا كاجنبي اسمح لي، اذا قارنت يوسف المرزوقي كان عنده شخصيه، قيس سعيد بلا شخصيه، ما كاين والله يظهر لك خويا الغالي، والله يظهر لك خويا. وبعدين بما انك ترى الامارات عدو، اسمعني نعم اسمعني، أنت تتناقض. بما أنك ترى الإمارات عدو، لا يوجد أحد هاجم الإمارات كما فعل منصف المرزوقي. هو صديق لقطر بطبيعة ومعروف عليه الشيء هذا. طيب يطلعوا معك توانسة خويا، طيب أكدوا لك كلامي. تفكرني خويا أسعد. ممكن تشرح لي كيف أصبح رئيسا بالصدفة؟ أي هو رئيس كما نقولوا فيها احنا من النواب من المجلس مجلس النواب
هما اللي حطوه بريود مؤقت حتى على عام يا اخي قعدت 3 سنين. فهمت خويا الغالي؟ وكان جاء ماهوش سارق حاشاك خويا الاسعد، راهو ما يهربش لفرنسا ويقعد يحرض في الشعب التونسي وفي الشباب اهبطوا للقصر ومشيوا له للقصر وعوموا في البيسين وخرجوه ولازم يموت ولازم يدخل الحبس ودرا شنيا وهو استاذ هذايا احنا منتخبينه بالاغلبيه وبالصندوق جاء خاطر خرج انسان هذاك الرئيس قيس سعيد خرج من رحم الشعب التونسي الفقير المفقر الذي اغتاله النظام الكبابي كما يقولوا فيها اللي هو تابع حركه النهضه واتباعه. شكرا اخويا. اخواني الذي طالبين القسط وهم توانسه خبرونا، الذي هو تونسي يكتب لنا في التعليق عشان يشوفوا المشرفين، والباب الان مفتوح للجميع. الذي باقي يطلع طلعوا لنا اخوان اثنين اخرين، اختيار عشوائي مو ضروري حتى يكونوا. شكرا اخويا اسعد. انزل وخلي البلاستي لحد. شكرا يا جسم، شكرا جزيلا. شكرا. تفضل يا سبرايت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. تحية من الجزائر إلى كل أحرار الخليج وأحرار شمال إفريقيا. فقط بالنسبة لتونس، ليس مشكل تونسي أو مشكل مغربي أو مشكل جزائري، إنما هو مشكل كل شعوب الخليج وشعوب شمال إفريقيا. لسنا هنا في معارضة مناسبات أو شيء. أخي أنت أخينا عفوا، أنت تأكل؟ نعم تأكل، تحدثنا وأنت تأكل؟ لا فقط لم أكن أنتظر الصعود. أكملت فقط نقدر نكمل المداخلة. أنت تأكل يا أخي، أنت قاعد تبلع، الله يهديك، قاعد تأكل وأنت بتبلع الريق ولا كيف؟ إذا أنت بتأكل كمل أكلك. لا خلاص كملت. إذا كمل الكلام، يلا تفضل. فقط لا نريد معارضة مناسبات، وهو فقط الثورة ليس فقط عندما ينهض شعب نركب الأمواج. الشعوب لازم كل يوم تثأر ضد الأنظمة. أنا ما فهمت والو يا صاحبي، على فكرة أنا ما فهمت والو. يعني فجأة لقينا شعب طائر كتونس. تونس معروفة بثورتها من سنوات، ليس من اليوم. وكذلك شعوب شمال إفريقيا كلها شعوب حرة، وليس فقط اليوم. أخي أنا من رأيي أنك ترجع تكمل الأكل، ارجع كمل أكلتك وبعدين تعال لنا. الله يهديك. شوف خويا أسعد، شوف خويا أسعد، أنا أقول لك كلمة بور كونكلير، يعني للحوصلة الكل. لا تسأل الطغاة لماذا طغوا، بل أسأل العبيد لماذا ركعوا. المشكلة احنا كشعوب عربية، نحكيك على التوانسة وعلى والجزائري. يا اخي الجزائريين حتى هم شعب يهدي، شعب في حاله، شعب كلمة شعب لا تكون لا تفش كلمة شعب. حتى باردون سامحني، هو مجموعة من السكان كونه حقوقهم مهضومة، أموالهم تسرق فيها مجموعة صغيرة هكا 5 ولا 6 عائلات عايشين. والشعب الجزائري تعرف يبيع في البترول بقيمة 50 و60 مليار دولار، وشعب مهجر يبات تحت القناطر، يحرق، ما يخدمش، فقير. يعني الأخ يتحدث معنا وهو يأكل، معناته الأمور على أحلى ما يرام. يا أخي حتى المعزة تأكل يا أخي، حتى المعزة والبقرة تأكل. عذرا أخ شرعي، عذرا. أيوة لا بأس. أنت كملت سكران طايح في الدروج، أكلته وكملته. أنا نفسي أعرف ماذا كان يأكل. ماذا تأكل يا أخينا الجزائري؟ ماذا تأكل؟ نادر على بلادي نحبوها، ذاك علاش نتمنوا لها كل خير ونتمنوا لها. أنا جست قريت شوية كومنتير، احنا البلاد هذه نحبوها
ونموتوا على جالها وكل شيء. شوف صديقي، البلاد هذه تستحق كونها التونسي ولا الجزائري ولا الليبي ولا اللي هو يعيشوا بكرامه، لا اكثر ولا اقل. واحنا ما نرضوش بالظلم. تحبوا ترضوا به الظلم يا اخويا؟ اذا يا واسأل. خباب انا اتمنى نعم. انك تبقى معي اذا كان عندك الوقت الكافي تبقى، تفضل. لاني ساعود اليك بعد كل شويه. دعني يا سبرايت كمل الشوكولاته اللي ديالك، خليني اسمع سكينه، وبعد سكينه ريما. تفضل يا سكينه. السلام عليكم أخ الشرح. وعليكم السلام ورحمه الله نتمنى وبركاته. تعطيني فرصة نسمع الناس اش كيقولوا باش ندخل في صافي. الموضوع، اوكي لأن أنا ناخذ. عارفاك كتبغي تهضر في الموضوع. اوكي خليكي معنا واستمعي شويه بس حسني. ممكن نكمل. كمل اذا كمل قبل ان ناخذ ريما. تفضل كمل انت كمل. فقط يعني فهمتني واش قصدت في ما فهمت والو، انا ما فهمت والو. يعني دوك أنظمة سايس بيكو الآن أنظمة سايس بيكو هي وكلاء استعمار، وليس فقط في تونس أو في الجزائر. عليكم السلام أو في ورحمة الله. البلدان الأخرى. كل منطقة إفريقيا والخليج كلها وكلاء استعمار، أنظمة، ويجب على الشعوب الانتفاضة كلها، وليس فقط في تونس أو في منطقة هنا أو في قرية هناك أو العالم الآن يبني تكتلات، يبني قوى إمبراطورية. لا يمكنك أن تنافس بقرية هنا أو هناك. يجب تكتلات كبيرة للمواجهة في عالم اليوم، عالم الضباع وعالم الإمبراطوريات التي تأكل الأخضر واليابس. أنا بشل حبك معي بلقيه زادي، ومرافقي في السفر، وباتي لذذ بذكرك في بلادي، لا 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 بمقيلي والسمر. وإن قد تناسيت يا ما ناس جم مثلك تناس الوداد، في خير انت وانا فنلتقي في ساعة. نور عيني روح نيك امك القحبه، انا عطيه زمك، انت عطاي انت نيك امك. خباب هذول جيرانكم يا خباب. شوف الاخلاق وتشوف لا غالب. لا المشكله والله انا خايف يصدروا لكم هذا الاخلاق اللي عندهم. والله لك مش اخلاق. الله غالب. هذا هو. يعني قلت لك الشعوب لازمها برشا خدمه، لازمها الناس تخدم على التعليم، على كيفاش يقولوا التكوين المهني، على ناس. طيب انت ستبقى معي يا خبابه. يا ريما تفضلي. انت نزلتي ولا نزلوكي؟ ما ادري ايش حصل لك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. أول حاجة هاد اللي نزل وسب هذه تسمى ماهيش من أخلاق طبعا، ولكن ما نقدروش حنا نعمو هادي نهضروا باللي غير الجزائر راهم يسبوا. أنا اللايف اللي كان كي طلعت وهضرت جاوني مغاربة بزاف وبعثوا لي السب، نقدر نحط لك تشوف بعينك، حتى انه بعثوا لي انه عمل لك سحر اسود. بس واحد مغربي. شكون عمل لك سحر اسود؟ واحد مغربي بعث لي قال لي انا عملت لك سحر اسود، هزيت لا فوتو تاعك، التصويره تاعك، وعملت لك سحر اسود. اقسم بالله العظيم. ونقسم لك بالله والله العظيم بعث لي الميساج هذا وبعثوا لي وانت صدقتي وخفتي؟ لا ما خفت. لا خفت. احنا جزائريين ما نخافوا طبعا. علاش نخاف؟ هو بعث لي، حبيت نقول لك باللي راهم يبعثوا لي السب كي نطلع في اللايف. المغاربه ما تقدرش تشوفوا، يعني ماشي الجزائريين راهم يسبوا، توانسه يسبوا، المغاربه يسبوا. لحظه بيسبوكي في الخاص ولا وين؟ في الخاص، في اللايف اللي طلعت كي هضرت على المغاربه جاو سبوني، بعثوا لي السب ما تقدرش تشوفوا.
حتى انه قلت لك بعث لي واحد قال لي عملت لك سحر اسود، ولو كان يجي الشيخ الازهر ما يرقيكش. قولي له انت تعرفيش تقولي له، قولي له ام زنزن ما ينفع مع السحور اصلا. انا ماشي ام زنزن، اسمي ريما. مين جات هذه ام زنزن؟ لا اسمي ريما. والله لا، اسم مزيان، خلي اسمك كذا ام زنزن احسن والله. نبعد عنك العين والسحور المغربيه لحد يسحرك علينا. والله اقسم بالله، نقسم لك بالله غير هكذا الميساج مازال نقدر نبعثه لك تشوفه. طيب ادخلي في موضوع الإخوة في الجزائر يشتكون منكم ويخافون من جواركم، وحالتهم حال الإخوة في الجزائر في تونس. من يشتكي؟ تونس. في تونس والله العظيم شوف، هادو المظاهرات اللي راهم يديروهم التوانسه نعتبرهم تدمر شعبي من الاوضاع، يمكن تدمروا من الاوضاع اللي في تونس الحاليه. يمكن حبوا يحسنوا المعيشه، حبوا يحسنوا الاوضاع، هذا من حقهم مادام المظاهرات شرعيه وفي اطار شرعي. من انا نشوف من حقهم انهم يشوفوا القدام، يشوفوا دولتهم تروح لحاجه مليحه. من جهه اخرى انا ناقد هذا اللي في الاول اللي قاعد يهضر في حاجه اخرى، اللي قال وضعيه الجزائر مثل تونس. انت تقارن من بمن يا اخي الكريم؟ من بمن؟ لا وضعيتك انت في تونس والجزائر لا مقارنه صراحه، ما تقدرش تقارن. والله كانوا احسن منكم، والله العظيم كانوا احسن منكم. والله شوف، والله العظيم انا تونس بكري نعرفوها ما شاء الله، وما نحبوا تونس، ما نكذبش عليك. التوانسه والله ما شاء الله نحبوهم وجيراننا، والله نقسموا معاهم كلش. شفت اي حاجه عندنا هنا في الجزائر نقسموها مع التوانسه، وما تصدقش هذو اللي طلعوا، والله التوانسه بزاف يحبوا الجزائر، والجزائريين يحبوا التوانسه. كاين بعض الفئات ما تابعه لجهات معينه طبعا. انا نشوف هذه المظاهرات مظاهرات شرعيه، ومن حقهم يطالبوا برئيس هما يختاروه يكون رئيس شرعي لتونس. هناك من يقول انه حاله تونس تكحلت لانهم ارتبطوا بمسيرتكم الكحله. والله هذه اقوال البابونيه. والله كيف ارتبطوا بتونس؟ احنا رانا ساعدنا بزاف، ما نقولش من باب المساعده، حتى انه في الحرائق الاخيره. يا خباب، ما معنى بابونيه؟ لا تكون سباب التونسيه ولا لا ما نفهمش على الجزائريين. البابون هو اللي وصفهم هذاك. انا نقول لها ريما نقعد احنا نتنافسوا على الفشل الذريع في البلدان نتاعنا. هاو قص علينا الماء، هاو قص علينا الضوء، هاو البطاله. تعرفي نسبه البطاله في الجزائر مدام؟ شوف كي نجيو نقارنوا ردي عليه لا ردي عليه. كم تعرفي؟ لا راح نرد عليه دقيقه. تعرفي نسبه البطاله في دولة الجزائر كم هي؟ يا أخي نسبة البطالة راهي في الموند كامل، راهي حتى في الدول الأوروبية وفي فرنسا الآن راهي تعيش أزمة اقتصادية. ما سألتكش على أوروبا، أنا سألتك على دولة الجزائر. ما هي نسبة البطالة؟ ماشي غير في الجزائر وفي تونس وفي المغرب. ما حكيتلكش على العالم الآخر، قلت الجزائر. هل شوف عندك دراية بنسبة البطالة في الجزائر؟ يا أخينا خباب لحظة. نعم. هل سبيت يا الجزائر كي تقارني الجزائر مع فرنسا؟ واو دقيقة دوك نجاوبك. كي تقارني تجي تقارن لي فرنسا دول اوروبيه ما نقدر نقول لك نسبه البطاله عندنا، مي تقارنها لي مع تونس مع المغرب ما تقارنش صراحه. مدام قداش نسبة بالنسبة للأوضاع الاجتماعية سواء في المعيشة سواء طيب أعطيه رقم ويقول لك قديش. أعطيه رقم. والله ما عندي اكزاكت الرقم. مين نجي نقارنوا المعيشة، نقارنوا معيشة الإنسان
شغل معيشة كل مواطن، نقارنوا الطب، نقارنوا التعليم، نقارنوا شغل كي نجيو نديروا هذو الاحصائيات نشوفوا باللي الجزائر راهي في باهي نحكوا على راهي في الطب. احصائيات مرتفعه، ما تقدرش تقارنهم لي مع خلينا تونس نحكوا على والمغرب. الطب سيدي. هاي حتى نتنافسوا احنا على الفشل وعلى الوهن والواحد. باهي معاك في كلش تقارنوا في التعليم، الطب. عدد الأطباء في السكن، في تونس الحاله قد الاجتماعيه، عدد في كلش. الأطباء في الجزائر 20 مرة. أنا سمعت سمعنا أن تونس بلد 1.5 مليون طبيب، صحيح؟ عندنا 1.5 مليون طبيب. والله شوف، انتم والله تبون ممكن دكه شوكه يمشي لألمانيا يعدي، والشعب الجزائري ما عندهش حتى طبيب في السبيطار. لا تعرف احنا شحال عندنا مستشفيات في الجزائر؟ ما لا تعد ولا تحصى مستشفيات في الجزائر، حتى في قرية صغيرة مستوصفات، ماشي مستوصف. الجزائر انا كبيرة ما عنديش كبيرة تليفون ثاني مدام. انا طيب ما لحظة يا أم زنزن لو سمحتي دقيقة، سد المايك دقيقة، وأنت أخ خباب سأعطيك حق الرد. دعني فقط إذا سكينة عندك شيء فتحتي على طول، لما تكوني جاهزة وافتحي. اوكي دابا ندخل في الموضوع. اول حاجه هلابتش وبهلتش بالجبل اللي راح هلبتش، كان من ودي من زمان نقولها. وثاني حاجه خارج الموضوع، علاش حنايا دول المغرب العربي ما كنهتموش بقضيه اليمن وما عارفين على والو، البلاد اللي ضاربه في التاريخ وحنا مضاربين على شي حوايج اللي بسيطه. واللي كيقولوا لي في التعاليق انا نحترم ولاد بلادي ما تدخليش، ولكن علاش ما تدخلش؟ حنا كنا مجتمعين، كون ما كانش واحد الفيروس وتجمعنا كدوله وحده كنا نكونوا قوه ماشي قوه اللي كيقولها واحد. اوكي اخي الكريم، اهلا وسهلا. ويبدو السلام عليكم. اين غبرت يا اخي؟ وانت ابو جهاد اللي كنا نسمعك سابقا، هو انت؟ هذاك هو النار مال هذاك هو. فين غبرت يا صاحبي؟ في الدنيا اخويا، في الدنيا ان شاء الله. مرحبا. تحياتي ليك، تحيه للوخان الكل اللي معك. انا الحقيقه نحب ان نرجع للموضوع اللي حكت فيه الاخت الجزائريه منذ قليل على العلاقه بتاع تونس والجزائر هي تعرف واكيد يعرفوا، راهو هي تقول لا مجال للمقارنه، وديما نفس الاسطوانه نتاع الجزائر قاره والجزائر كبيره والجزائر فيها الى اخره. انا نقول لها معناها هي معروفه، تولتنا مع السوشيال ميديا ومع الانترنت، الناس كل مطلع على اوضاع كل الدول. الجزائريين يعرفوا شو فما في تونس، نعرفوا شو فما في المغرب، نعرفوا شو فما في الجزائر. ما عادش حاجه مخبيه احنا نقولوا، سواء في نسب البطاله الى اخره. لذلك بالحق هو حقيقه ما فماش مجال للمقارنه. انا كي نشوفوا دوله الاصل فيها اللي هي دوله معناها دوله غاز ودوله نفط ودوله ثروات، وبالمستوى المعيشي اللي نعرفوه الناس في تاع الجزائر، حتى على مستوى الخدمات معناها ضعيف جدا، باش ما نقولوش حاجه اكثر. مستوى خدمات بالنسبه للشعب ضعيف. على مستوى الحقوق والحريات هذاك حدث ولا حرج الى اخره. نظامهم السياسي معروف، نظام عسكري ونظام كبرانات، معناها ما يحتاج انه حتى اقل صبي في المدارس ينجم يعرفها الحكايات هذه. طيب قبل ان تتوقل في الجزائر، حدثنا عن المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس التونسي قيس. عادي في تونس، راهو تونس دوله عن حد ادنى نتاع ديمقراطيه. عادي تخرج مظاهرات كما كل الدول في العالم الكل، تنجم تخرج مظاهرات مؤيده كما تخرج مظاهرات مندة ومظاهرات معارضه. هذا معناها عادي، وبالعكس هذا. طيب ابو جاد، كيف شعبيه قيس سعيد؟ يعني ممكن نعم؟ تقيمون لنا شعبيه الرجل في الشارع التونسي؟ هل ما زال متوالي؟ والله شوف، الشعبيه التقييم نتاعها الاصلي هو يكون من خلال الانتخابات، باش تعرف مثلا مكانه الشخص. وقيس سعيد شأن اي رئيس يخطئ ويصيب، ربما معناها في طريقه تعامله معناها فما معناها السياسه ما تنحصرش في شخص فقط. احنا نقولوا هي منظومه كامله. قيس سعيد واللي يحيطوا به، مثلا الناس اللي تحيط به، المؤسسات اللي موجوده الى اخره، ما نجموش نحاكموا، لانه السياسه ماهيش سياسه شخص. احنا كي نقيموا السياسه وما نقيموش الاشخاص. قيس سعيد ربما يكون في اللحظه الراهنه مع الازمات اللي تعيشها تونس حاليا الى اخره، قد يكون ضعف شعبيته ضعفت، وهذا يتبين. ابو جاد، طيب ممكن تشرح لي انت كذا باختصار كيف تجمعت عليكم هذه الازمات فجاه يا اخي؟ اقتصاد منهار، حريات مصادره، سجون، اعتقالات، المظاهرات، وين الخلل يا صاحبي؟ انا بغيت والله مالها سيد، انا احترم ذكائك الحقيقه، والله انا احترم ذكائك جدا. كل الدول اللي تعرف ثورات
تعرف انتقالات وتعرف تغيير في هرم السلطه في الانظمه بالضروره مش تكون عندها ارتدادات. ما تنجمش معناها ماهيش صفحه اقلب صفحه تلقى صفحه جديده بيضاء تكتب. فما ناس معناها اللي حنقولوا تضرروا من الثوره بتاع احنا ثوره الياسمين ولا الانتفاضه اللي في تونس كل واحد يحب يسميها. فما ناس متضررين، فما دوله عميقه ما يساعدهاش معناها انه يكون فما معناها انتقال ديمقراطي باش تفقد امتيازاتها. فما محيطنا الاقليمي ايضا ما يساعدوش انه ابو يكون جاد فما ابو نموذج جاد يعني ديمقراطي. نعم 7 سنوات من حكم قيس سعيد، يعني ممكن انت هكذا وانت تونسي كذا ما شاء الله عليك رزين ومتمكن في الكلام، اذكروا لنا اهم انجازات قيس سعيد في 7 سنوات. انا بالنسبه لي انا فماش انجازات الحقيقه، معناها انجازات حقيقيه على مستوى الواقع بتاع التنميه وبتاع ما نعرفش بالحق. فما انجازات مثلا ربما اذا يعني وكيف تقولون له شعبيه؟ واحد 7 سنوات لا انا ما قلت لكش، انا قلت لك فما ناس معينين. شوف هو مثلا فما ناس يعتبروا انجازات وهذا التونسي، هذا قيس التوانسه الذين يؤيدون قيس سعيد على اي اساس يؤيدونه؟ 7 سنوات 7 سنوات صفر على الفئه ربما اللي نعم الفئه اللي ربما تساند الرئيس الى اخره يعتبروا انه انسان هو اول حاجه معناها في ما كان تقول لك هو رئيس نظيف، رئيس ما عندوش مثلا سواء معناها في سياسته ما عندوش تاريخ سياسي باش نقيموه عليه يقول والله مثلا يميني ولا يساري الى اخره. معروف عليه استاذ جامعي الى اخره، يقول لك راه هو يحارب في الفساد ويحارب في المفسدين ويحارب معناها في المتحيلين الى اخره، ويحاول يقوم بعمليه تنظيف. هذا وجهه نظرهم، راه مش وجهه نظري انا. نقول فئه معينه من الناس يراو اللي الاولويه بالنسبه لقيس سعيد وبالنسبه للرئيس هي محاربه الفساد، ولكن للاسف معناه المواطن العادي اللي يهمه الاساس هو المنجز على ارض الواقع. المواطن يهمه اكله ويهمه شربه. اي محاربه الفساد، يعني هناك من يرى ان قيس سعيد هو الفساد ذاته. لا هو الحقيقه باش نكونوا معناها مش بالضروره باش نسبوا الشخص، احنا ما نعرفوش عليه فساد. لا ليس سبا، ليس سبا، هذا ليس ما عندناش عليه، ما عندناش انا مع احترامي الشديد معناها الناس الكل ما عندناش ما نعرفوش. لم يعرف على قيس سعيد اي شكل من اشكال الفساد المالي، انه مثلا كان سارق ولا كان حاجه كيك. هذا الحقيقه باش ما نظلموش الرجل، قد نختلفوا معاه في سياساته في توجهاته، واحنا عندنا كثير معنا برشا فئه كبيره من الناس معناها يختلفوا معاه، ولكن هو معناها باش نقول هو فاسد. لا قيس سعيد معناها كرئيس ما عندوش فساد مالي، ربما اخطا، ربما انتهج معناها سياسه اجتماعيه ولا سياسه تجاه الخصوم ما هيش مناسبه الى اخره، ولكن ما نجموش الحقيقه نتهموه انه انسان فاسد الى اخره. هذا معناها وجهه نظري. طيب اسمح لي وابقى معي، دعني اسمع، ربما ستكون وجهه نظر مختلفه تماما. لارا تفضلي. 7 سنوات ماذا قدم لكم قيس سعيد؟ واذا كنتم معارضين طيب لماذا لا تعارضوا شويه بعقلانيه حتى لا ينفرط العقد وتنزلق البلاد الى مشاكل اكبر، وبعدين ترجعوا تبكوا على قيس سعيد مثل ما ثرتم على بن علي ثم بكيتم على بن علي. انا اعتقد انك من الناقمين والمعارضين على قيس سعيد تقريبا. قولي رايك في هذا. السلام عليكم. قبل كل شيء شوف اخ اسعد، من يعني المضحكات المبكيات انك تقارن اليوم زين العابدين بن علي بسياسه قيس سعيد. قيس سعيد لا يستقيم ولا يستوي ولا يقارن اصلا مع بن علي. يا لطيف يا لطيف. بالنسبه للاخ ابو جهاد قال لك لم تثبت عليه تهم فساد، من سيحاسبه وهو بيده 3 سلطات اليوم، السلطه التنفيذيه التشريعيه والقضائيه بيد قيس سعيد، انفرد بالسلطه لوحده هو وعائلته. اليوم قاعدين نشوفوا الأستاذ الجامعي قيس سعيد وهو أستاذ مساعد في الجامعة وليس بأستاذ جامعي، يعني اليوم عائلته تلبس في أغنى وأروع الماركات العالمية. شفنا عائلة نسابوا اليوم يفتحوا في معارض سيارات في كل ولايات الجمهورية، في حين وأن الشعب التونسي يتخبط بدون لا مال لا ضوء، فقر، قدرة شرائية منهارة. الشعب اليوم ينين، الشعب التونسي فعلا ينين بكل المقاييس وفي كل المجالات. اليوم نشوفوا رجال الاعمال في السجن، سياسيين في السجن، مدون يدون تدوين على الفيسبوك ينتقد فيها الحكم ولا النظام يحكم عليه بالاعدام كحكم ابتدائي. صراحه اليوم رجعنا للديكتاتوريه القمعيه وهو لم يتعود عليها الشعب التونسي. حتى بن علي
كان موجود وحكم 23 سنة كان ديكتاتوري فعلا، لكن كان رجل دولة بامتياز، حافظ على هيبة الدولة، حافظ على المواطن البسيط، كان عايش، كان يسرق في رجال الأعمال، مش يسرق فيهم يعني، كان قبل يعني يبليجي عليهم باش يكون شريك معاهم، لكن ما كانش ولو للحظة ولو لوهلة العب بكرش الزوالي ولا العب بالمواطن الفقير، لا بالعكس كان محافظ على هيبة الدولة، محافظ على المواطن، محافظ على يعني على النسيج الاجتماعي للدولة. طيب لارا عفوا، إذا طرحت لك نفس السؤال الذي طرحته لأبو جهاد وما رد علي، هو اعتبرني ذكيا جدا لكنه ما أعطاني أي إجابة. فساد، انهيار اقتصادي، سيادة منتقصة، شعب ثائر في الخارج وفي الداخل، رئيس مريب لا أنتم راضين به ولا أنتم رافضينه، هذا الكومة الهائلة من المشاكل التي جاءتكم فجأة، ما السبب؟ لتقسيم الشعب التونسي ولتدمير تونس، وراني عندي الأدلة متاعي وما نقولوش في كلام من فراغ. الشعب هذا يخاطب المواطنين متاعه متآمرون وخونة عملاء للخارج، وهو أكبر عميل للخارج اليوم، ولا رجع تونس بعد ما كانت عميل لمن؟ عميل لمن؟ عميل الكبرانات، عميل إيران، عميل ميلوني، عميل الإمارات. هو شو هذا؟ علاقات، هذه علاقات دولية يا لارا، ما هيش علاقات دولية، بالعكس هو خلانا في عزلة دولية اليوم، هو خلى الدولة التونسية في عزلة دولية. أصبح الشعب التونسي اليوم بالدولة نحتل المرتبة الأولى في مهنة الغفرة العسة، ولينا خماسة متاع ميلوني، وحدودنا مسيبة أكثر من 85 ما معنى خماسة؟ مليون افريقي في تونس. اليوم دخلنا تشيع الحسينيات، السيد هذايا حطم الدولة التونسية بامتياز، 70,000 سجين سياسي اليوم في تونس، انقلب على الديمقراطية، انقلب على البرلمان، احلف على القرآن باش يحترم، مسك بدستور 2014 وحلف على القرآن باش يحترم دستور 2014، وأول شيء عملوا غير دستور 2014 اللي مسك بيه واللي حلف باش يحترمه. الرئيس هذايا اليوم خلانا فعلا، قالها تبونا قبل لكن انا نقول يا تبون، اليوم الشعب التونسي والدوله التونسيه فعلا بهدوء يعني لا لارا، يعني خلينا نحترم الرئاسات هنا، نحترمهم ونتكلم معهم شويه.